فوتوشوب ده من اكتر الاستخدامات اللي فيه واللي تسهل علينا الموضوع بشكل كويس. لو انا بتكلم دلوقتي انه صورت صورة بالموبايل او بكاميرا او بواتيفر الحاجة، وعايز احطها بخلفيات مختلفة. يعني انا دلوقتي بشتغل كونتنت كريتور للحتة بتاعت اي كوميرس ستور، وببيع عطور، ببيع العاب، ببيع حاجه FMCG زي العصاير، البيبسي، مش عارف ايه الكلام ده كله. فبتبتدي حضرتك عايز تحط الباك جراوند بتاعتك او بتحط الحاجه بتاعتك بشكل عام في خلفيات مختلفه، تبتدي توضح اشكال او توضح حاجات بشكلها اللي انت عايزه. بس انت ما عندكش ديزاينر، ما عندكش حد يقعد يعمل لك شوتج بقى وياخد منك فلوس وحاجات كتير كده. الكلام ده يمشي في مطعم، الكلام ده يمشي في ستور بتاع اي كوميرس، الكلام ده يمشي في كل حاجه تقريبا. طيب، صورنا الصوره والدنيا تمام، بس انا عايز اشيل الخلفيه، ومع ان انا اشيل الخلفيه احطها في باك جراوند تكون متاحه معايا. طيب هعملها ازاي؟ هندخل طبعا عادي جدا، بعمل الاكونت، وده بقى مش محتاج لا فري ولا فيك ولا الكلام ده كله، انت شغال بالاكونت بتاعك. والميزه فيه ان هو كمان موبايل ابلكيشن والدنيا فيه تمام، ممكن تستخدمه من خلال الموبايل او من خلال الويب سايت زي ما احنا شايفين كده من الديسك توب. اللي هيحصل ان انا هضغط على كرييت. بصوا كده الاستخدامات اللي طالعه لنا هنا اساسا. انا عايز اشيل الباك جراوند اصلا، عايز احط باك جراوند بالاي اي، عايز ابتدي استخدم الحاجه بكذا بوزيشن بالتفاصيل بتاعتها، عايز اعمل شويه تاتشات، اغير الحاجه اللي موجوده، الكلام ده كله. واحده واحده كده ناخدهم سريعا. ايه اللي حاصل؟ اهم واحده بالنسبه لي طبعا ريموف باك جراوند، دي بقت كتيره قوي، وبقت مع كذا حاجه نقدر ان احنا نشتغل عليها. فليت سي ان انا هدوس عليها في الاول، نبتدي نتحرك كده سريعا. خلينا ناخد صورتي مثلا، انا اشيل الباك جراوند بتاعتها. هو اوريدي بصوا عمل ايه. لو خدتوا بالكم الصوره اصلا في الاول كان فيها باك جراوند بالوان وحاجات كده كانت في الخلفيه، هو شالها اساسا. فبقى الموضوع معايا ايه؟ الصوره بقت، شايفين في لحظه هو عمل الكلام ده اوتوماتيكلي اساسا. كده انا عايز اعمل لها ريتاتش. بصوا دي الاصليه اهو، فانا شلت الكالر اللي موجوده من غير ما ادوس على حاجه اصلا. هيبتدي اغير اللون سوري المقاس بتاع البراش، ابتدي امسح كده وابتدي اعمل الكلام ده واحده واحده. عايز افتح اللون، الاضاءه بتاعتي متغمقه، شايفين الفرق؟ اقدر اعملها بالشكل دوت واستخدمها على الكات اوت. ده من ضمن الحاجات القويه جدا اللي موجوده في الستوريز والحاجات بتاعه انستجرام. فدي نمره واحد. طيب، اقدر اشتغل عليها بان انا العب في الديتيلز بتاعه الموضوع. طبعا من هنا هعمل داونلود، هتنزل لي الصوره، هتنزل الدنيا متظبطه بحياتها تمام بكل حاجه، وتقدر تثبت عليها فونت معين لو عايز تكتب من هنا. فانت كانك معاك فوتوشوب بس في حاجه سيمبل. تعالى في دي نفس الستيب اللي احنا كنا بنتكلم عليها. انا خلصت حاجه، ده منتج جديد احنا عاملينه عشان الباك تو سكول ويبقى موجود للمدارس ومش عارف ايه والكلام ده. بصوا هنا بقى ابتدي العب بيه ان انا ايه، احطه على باك جراوند، فيبتدي يعدل الشكل بتاعه. طبعا هو قرب ان هو باك تو سكول وبتاع وكلام من ده، فراح عامله لي ازاي. بص الصوره اللي عملها لي، حطها لي على ايه، كتاب واقلام وبتاع ومش عارف ايه والدنيا دي. بيعمل لك المود بتاع الحاجه دي. على فكره اقوى بكتير جدا من كانفا حتى، لان كانفا الناس لازم تخش هي اللي تعدل بايديها وتعمل الكلام ده. الكلام ده ما بيتعملش في كانفا. في ويب سايت اسمه فوتوبيا، ده فوتوشوب اونلاين. بدل ما نروح نشتري اللايسنس بتاعه الادوبي او الفوتوشوب ونقعد بقى ندفع عليها فلوس والكلام ده، هو كل الفيتشرز كل التفاصيل بس بتستخدميه اونلاين من خلال الويب سايت ده اسمه فوتوبيا. اتكلم انا عايز اروح اعدل الصوره اللي احنا عملناها دي دلوقتي. هنختار الصوره اللي لسه نازله، هيبتدي يحملها ويفتحها معايا كانه فوتوشوب بالظبط دلوقتي. هاجي بقى من على الايمج دي ونيجي ايمج سايز. تقدر تعدل من هنا السايز زي ما انت عايز. دي نمره واحد. طيب نمره اتنين، الناس اللي بتشتغل في الحته بتاعت الاي سي او اللي بيبقى عندهم مشاكل في السبيس بتاعه المنتج، ودي حاجه هتعيشوا فيها كتير قوي. انا يهمني ان الصوره دي تفضل بنفس التفاصيل وبنفس الحاجه كلها بنفس السايز بتاعها، بس اللي يختلف معايا الويت بتاع الصوره.
هاجي اعمل لها من هنا برضو من فايل، وهاجي اكسبورت از كلمه ويب دي بتختار السايز بتاعها بيبقى اقل، الحجم بتاع الصوره. بصوا كده من هنا، هو انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا هعملها بالفورمات دي، وهعدل الايه، السايز، الارتفاع والهايت بتاعها. فهبتدي اعملهم ليتس سي مثلا دي تبقى 500 بدل 200، سوري بدل 2000. هو لوحده هيروح قلبها بقت كده. بصوا الصوره صغرت ازاي، خدت بالك من اللي حصل؟ اه. فبالتالي انا هنا قللت الحجم بتاعها، بقت كام؟ بقت 29 كيلو بايت بدل كام في مم. الاول؟ كانت 30,000. فانت مم. كانك فتحتها على الفوتوشوب وعملت لها عمليه اعاده ايه، تصغير، او عملت لها ريسايز من اول وجديد بالتفاصيل بتاعتها كلها. كانفا ده ويب سايت بيعمل فوتوشوب، وبنظبط بيه الحاجه، وبنعمل بيه ديزاينز وبتاع، وبنبتدي نشتغل على تمبلت. هو الميزه فيه انه اوريدي ريدي ميد تمبلت. دلوقتي عايز اعمل انستجرام بوست، دي المقاسات اهي دعاء اللي انت كنت بتتكلمي عليها. وعاده هنا بيبقى حاطط لك الحاجه بالتفصيله بتاعتها او باللاست ابديت اللي بيبقى موجود، لان هو عامل انتجريشن مع الحاجه. فليت سي مثلا دلوقتي انا عايز اخد التمبلت دي، عجبتني بتاعت الفيديو ده، هدخل عليها، هيبتدي يقول لك ارفعي صور، 4 5 صور، ويبتدي هو يعمل لك الموشن بتاعهم بالشكل بتاعهم بالحاجه بتاعتهم بالتفاصيل. يعني بصوا كده، هنا كده هو جايب اهو الحاجه، جايب التفاصيل دي بشكل. فانا اقدر بقى اخش اخد الصوره دي، اشيلها واحط منتج بتاعي، اشيل الصوره دي واحط منتج بتاعي، وهكذا. فبقدر اعدل التفاصيل كلها بالحاجه بتاعتها بالديزاين مش عارف إيه. طبعا اقدر اخش من جوه من هنا كده، اغير المنتج اهو، واشوف التفاصيل بتاعته، اقلبها بالطول، اقلبها بالعرض، وات ايفر القصه ايه اللي حاصل اهو. دوبليكيت، فانا اخليها بقت واحده تانية تحت منها، واقدر العب بقى بالكلام ده زي ما انا عايز. ابتدي اشوف الحته. طب انا عايز ابعت الكلام ده لحد تاني ما يلعبش فيه، هعمل له لوك، خلاص كده قفلتها. عايز اغير الصوره اصلا، ايديت من هنا من فوق، وببتدي احط الصوره الثانيه مكانها. وطبعا يفضل تبقوا رافعين الصور في الابلود ومظبطين الدنيا بتاعتكم بالتفاصيل بتاعتها. هنا لو انت بقى بتتعامل على حاجه ادفانسد او دافع فيها فلوس، فانت تقدر تحط البارت بتاع ان انت تثبت الوان معينه، تثبت اللوجو بتاعك يبقى موجود، فبقى عندك تمبلت كانك جوه الفوتوشوب بتتابع كل التفاصيل بتاعتك كلها، بتحط اللوجو، الالوان، البراند فويس، بتعمل كل حاجه. فكل الخطوات دي بتبقى مهمه، انك تتابع التفاصيل والحاجه اللي انت بتتكلم عليها. الميزه بقى في ان انت ممكن، يعني ده حته ادفانسد شويتين ثلاثه، من خلال الشغل بتاع الاي اي، وتظبط الحاجه بتاعتك والكلام ده، تقدر تنتجريت ما بين كانفا وما بين مثلا جوجل سلايد او جوجل شيتس، وتعمل الكالندر بالديزاينز بكل حاجه اوتوميتد اصلا. تعالوا كده ناخد الاي اي جنريشن. انت عايز تخليه يحول لك كتابه بتاعت حاجات معينه، يحولها لك لكلام، فتقدر تعمل الكلام ده. ممكن استخدم اللقطه دي في ايه؟ كلنا لما بنتصل بمستشفى، بدكتور، بعياده، بمطعم، بشركه، بنسمع الاي في ار، الرساله الصوتيه. فدي واحده ممكن تعملها من هنا. ممكن ان انت تبتدي تقلب الكلام. الفويس لاب ده من اقوى الحاجات اللي موجوده ليها علاقه بالاي اي بشكل عام في الحته بتاعت الصوتيات، فده مهم جدا. طيب انا ممكن اكتب له كلام، يبتدي هو يحوله لكلام معين هو يقراه، فيبتدي يتابع. ممكن تستخدم حاجات بقى من دي كتير جدا، وتبتدي تقلب الكلام ده بشكل عام بالتفاصيل بتاعته. فده مهم قوي 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 ان انتوا تبقوا فاهمين الحاجات دي. طيب انا بعمل فيديو بعمله بالموشن، وعايز ابتدي استخدم انه مثلا صوت الخبطه، صوت الترند بتاعت الموبايل لما بتيجي رساله زي ما انتوا سمعتوا دلوقتي، التفاصيل اللي بتحصل والحاجات دي، ما هو ده موجود اهو. ممكن ابتدي اكتب اغاني واعملها اصلا، فده من هنا اقدر ادخل كده من هنا، واتابع الحته بتاعه كتابه الاغاني بالتفاصيل واظبطها. فانا اقدر اكتب الحاجات. انت عايز تكتب اغنيه على نفس البتاع اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت الفيديو ده، اروح حاطط هنا حاجه، اكتب كلمات معينه، واقول له حسنها لي، ظبطها لي، واعملها لي شكلها عامل ازاي، عايزها بوب ولا سلو ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فتبتدي تتعامل بالتفاصيل بتاعتها. الاستخدامات في الحاجات دي كتيره جدا. تعالوا نجرب كده جنريت. طيب هو هنا هيطلع لي حاجه يعني انا كتبت الكلمات، وبعد كده دوست له انسباير، فراح مطلع لي الشكل ده. الستايل اللي هو هيطلعه لي، انت عايزه بانهي ديزاين او انهي شكل، عايز الشكل ده ولا ده ولا ده؟ فخلينا نقول اللي هو ده.
تقدر تاخد من هنا وتبتدي تعدل الحاجه، تطلع الديزاينز بشكل تاني. اقدر اخد مثلا صوره زي الحاجات اللي بتطلع من هنا دي كده. بصوا هو عاملها لي ايه، ده راجل لابس باندا، مش باندا هي اللي عامله البتاع. فانا اقدر اخد مثلا ده واروح عامل اللقطه دي مثلا على فوتو روم، اقول له شيل لي الخلفيه، واخد انا الصوره نفسها العب بيها بحته تانية واعملها على انها كتاب. المهم مش التول بتعمل ايه، المهم انا اقدر اعمل ايه بالتول واستخدمها عشان اوصل للي انا عايزه. دايما اتعاملوا مع الديجيتال والاي اي بالشكل ده، مش مجرد ان هو انا عايز تول تعمل لي مشروع وتعمل لي عليه اغنيه وتعمل لي ديزاين وتعمل. عمرك ما هتلاقي تول فيها كل حاجه unless ان انت هتدفع ارقام خزعبليه. انا دلوقتي مثلا بنفس الكونسبت بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ان انا عايز استخدم التويست او الحته بتاعه ان انا اخد من هنا احط الحلو على هنا على الحلو على هنا واشتغل عليه. انا دلوقتي في الحاجات اللي موجوده قدامي دي دلوقتي، ايه اللي حاصل؟ هو جايب لك هنا الديسكريبشن بتاع البرومبت اللي طلع الصوره دي. فانت عجباك الصوره بس عايز تستخدم بدل بلين، عايز تستخدم عربيه في نفس المنظر ده، فتروح عامل ايه؟ A car moving the runway with a beautiful sunrise. فهي نفس الكلام بس انت قلبت الدنيا، بدل ما هي مثلا سانسيت او سان رايز تخليها سانسيت بدل الشروق والغروب. فالحاجات دي انت مهم ان انت تاخد فكره عنها. طب انا عاجبني الصوره بتاعت الكلب ده بس انا مش قادر اجيب الديفينيشن ده، هاخد الصوره واحطها على تشات جي بي تي، اقول له اوصف لي الصوره دي عشان استخدمها في البرومبت بالشكل الفلاني. فخليكوا دايما فكروا سمارت ان انتوا تستخدموا التولز بكل الديتيلز بتاعتها